تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند وأبرز ما فيها. مشاركة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة هند حرسي جامع غاني في مناسبة موسعة بمدينة برعو. نائب وزير المواصلات وتطوير الطرق ووضع حجر الأساس لمشروع تنموي بإقليم صول. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرة بالتفصيل. كما أشادت بحرص أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في مرحلتهم الدراسية، وتم في ختام المناسبة توزيع شهادات التخرج على الطلبة المتخرجين من معهد العلوم الطبية بمدينة برعو. من معهد العلوم الطبية بمدينة برعو عاصمة إقليم توغلير شارك في المناسبة مسؤولين، أولياء أمور وضيوف شرف آخرين. تحدثت في بداية المناسبة مديرة معهد العلوم الطبية السيدة فاطمة عثمان، قدمت من خلال كلمتها شرحا مفصلا عن عدد المتخرجين، حيث يصل عددهم إلى 97 طالب وطالبة بمختلف الكليات بالمعهد، وهنأتهم على تخرجهم. وفي كلمة لعدد من أولياء الأمور وعدد آخر من المسؤولين المشاركين في المناسبة، أشادوا جميعا بإدارة المعهد لدعم الطلاب في مرحلتهم الدراسية، وهنأوا الطلاب المتخرجين لتفوقهم في دراستهم. وفي الختام تحدثت بكلمة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية سوماليلاند السيدة هند حرسي جامع غاني، أشادت بداية بإدارة ومعلمي معهد العلوم الطبية لدعم الطلاب، وشكرتهم على جهودهم، والذي سيعود بالنفع على الإقليم بشكل عام والوطن بشكل خاص. قام نائب وزير المواصلات وتطوير الطرق بجمهورية سوماليلاند سعادة محمد جامع وبرفقته محافظ إقليم صول بوضع حجر الأساس لمشروع تمهيد الطريق الرابط بين إقليم صول وسناق. قام نائب وزير وزارة المواصلات وتطوير الطرق بجمهورية سوماليلاند سعادة سهل محمد شامع وبرفقته محافظ إقليم صول ومسؤولين آخرين بوضع حجر الأساس لمشروع تمهيد الطريق الرابط بين إقليمي صول وسناق. شارك في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. وفي كلمة في بداية المناسبة لعدد من الشيوخ ومثقفي ومواطني الإقليم، عبروا عن سعادتهم بهذا المشروع الحيوي الهام والذي كان الإقليم بحاجة ماسة له. وتحدث في المناسبة كل من محافظ إقليم صول سعادة عبد الغني محمود وعمدة مدينة لاصعانوط، أشار أن هذا المشروع سيتم تمويله من قبل الحكومة التي يترأسها رئيس الجمهورية فخامة موسى بيحي عبدي، والذي يدل على حرص فخامته على تحقيق كافة متطلبات شعبه بكافة الأقاليم والمقاطعات المختلفة. وفي ختام المناسبة تحدث بكلمة نائب وزير المواصلات وتطوير الطرق سعادة سهل محمد شامع، تطرق إلى الدور الهام في تسهيل تنقل المواطنين والمركبات بين الإقليمين. قام رئيس لجنة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد سعادة أحمد جامع محمد بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهدفت الجولة للاطلاع على سير العمل في المؤسسات الحكومية. قام رئيس لجنة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد سعادة أحمد جامع محمد بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وعقد لقاءات مع المسؤولين للاطلاع على سير العمل في المؤسسات. وفي كلمة لوزير المالية بجمهورية سوماليلاند معالي سعد علي شرع، رحب بداية بوفد مسؤولي لجنة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد، كما تطرق أيضا إلى أهداف الوزارة بأن تصبح الأولى على الصعيد الإداري الجيد على المستوى المحلي والأفريقي، ونحن نسعى لتنظيم الإداري المالي الجيد بالوطن. من جهة أخرى تحدث بكلمة وزير الشباب والرياضة معالي بوسميرة محمد، رحب أيضا بمسؤولي لجنة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد، كما أشاد بمدى التعاون بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية سوماليلاند. وفي الختام تحدث بكلمة رئيس لجنة الإدارة الجيدة ومكافحة الفساد سعادة أحمد جامع محمد، قدم من خلال كلمته شرحا مفصلا عن جولة العمل التفقدية للهيئات والمؤسسات الحكومية ضمن ساعات العمل، والتي ستستمر الجولة خلال الأيام القادمة. شارك محافظ إقليم ساحل سعادة أحمد عثمان حسن وبرفقته عمدة مدينة بربرة في مناسبة اختتام لقاء موسع تم خلاله مناقشة إعادة هيكل منظمة BEF الوطنية. شارك محافظ إقليم ساحل سعادة أحمد عثمان حسن وبرفقته عمدة مدينة بربرة السيد عبد الشكور محمود حسن في مناسبة اختتام لقاء موسع تم خلاله مناقشة إعادة هيكل منظمة BEF الوطنية
وذلك بمدينة بربرة عاصمة الإقليم. شارك في المناسبة مسؤولي إدارة الإقليم، مسؤولي من الحكومة، ومسؤولي منظمات المجتمع المدنية، وضيوف شرف آخرين. تحدث في البداية مدير المنظمة السيد عثمان حاشي يوسف قدم شرحا عن أهم البنود التي تم مناقشتها خلال اللقاء الذي استمر لمدة يومين. وفي كلمة لكل من مدير فرع وكالة المياه بمدينة بربرة السيد سليمان عبدي، ومسؤول نقابة المجالس المحلية بسوماليلاند، ومسؤول نقابة المجالس المحلية بدولة هولندا، رحبوا جميعا بهذا اللقاء الهام والذي يهدف لمناقشة السبل المناسبة للرفع من الاقتصاد المحلي في مدينة بربرة. وفي كلمة لكل من عمدة مدينة بربرة السيد عبد الشكور محمود حسن ومحافظ إقليم ساحل سعادة أحمد عثمان حسن، أشار إلى أهمية العمل والتعاون بشكل مشترك بين الجهات المختصة من أجل تحقيق التنمية بالاقتصاد المحلي للإقليم والمناطق التابعة له. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا منا من خلف الكاميرا والكنترول أطيب المنى، وإلى اللقاء.